السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين يا شباب؟ ان شاء الله كله بخير. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من ايزي بودكاست، واللي بنتكلم فيها عن مواضيع مختلفة وتهمك بشكل كبير. لو لسه مشوفتش الحلقة الاولى واللي اتكلمنا فيها عن الدراسة والتعليم والفرق ما بينهم، فهنسيب لك اللينكات في الديسكريبشن. وخلينا بدل ما نضيع وقت كتير نبدأ ونقول بسم الله. تمام. موضوعنا النهاردة هنتكلم فيه عن الاجازة وخطط الاجازة وازاي نطور نفسنا في الاجازة. فخلينا نتكلم أولا عن نقطة مهمة جدا قبل ما نغوص في قلب الموضوع. أولا لازم تكون مدرك تماما إن فترة الأجازة دي مستحيل أبدا إن أنت تقدر تحقق فيها كل أهداف حياتك. خليك لطيف شوية وما تخليش الأجازة دي هي المكان والوقت الوحيد اللي هتستخدمه عشان تبدأ تطور من ذاتك، لكن ممكن نستغلها ونجعلها نقطة البداية وقطرة مية أولى محطوطة في كوباية فاضية. تمام، عشان لما اخلص الاجازة على الاقل اكون وصلت اللي انا املى مثلا على الاقل نص الكوباية ولا حاجة. تمام، وهكذا كل فترة ابدأ ان انا انزل قطرات من المية في الكوباية دي لحد ما ابدأ اطور من نفسي. ولكن ده على عكس ان انت تبدأ تحط خطط وتبدأ تضغط نفسك في فترة الاجازة اللي هي المفروض اصلا راحة من فترة دراسية انت برضو اجتهدت فيها مهما كان انت كنت بتذاكر ولا لا. بس غالبا انت جيت فترة الامتحانات وبدأت تضغط على نفسك وتذاكر، وبالتالي انت طالع من فترة ارهاق. تمام. ذهني وارهاق جسدي انك كنت قاعد عمال تذاكر بساعات طويلة، وبالتالي انت المفروض الاجازه دي هي راحه، فلازم تراعي النقطه دي جدا. وبالتالي بدل ما تضغط نفسك في فتره الاجازه وتبدا تملى كوبايه الميه بكميات كبيره من كميات كتير جدا من الميه، فايه اللي هيحصل لو انت جبت كوبايه ومليتها بميه كتير؟ هتفيض، وبالتالي ده هيأثر بالسلب عليك لما تيجي تتعامل مع الاجازه بالشكل ده. طب تمام. فخليني بقى اقول لك ان فترة الاجازة دي هي زي اي فترة، ولكن الفرق الوحيد ان بدأت تترفع عنك مسؤولية، اترفعت عنك لفترة مسؤولية، وهنا بتكلم عن الدراسة. يعني انت الميزة الوحيدة ان انت وفرت وقت زيادة عن الوقت اللي كان متاح ليك بان انت ما بقتش بتذاكر. تمام. طب دلوقتي بعد ما فهمنا النقطة دي كويس جدا، محتاجين نتكلم عن ازاي اقدر استفيد من الاجازة. اولا لازم تكون كاتب ورقة، على ورقة كده كاتب فيها اهدافك خلال الفترة دي. يعني مش الاهداف بتاعتك بشكل عام، لا، الفترة بتاعت الاجازة اللي هي 3 شهور او 4 شهور اكتب فيها اهدافي. ولازم اراعي النقطة اللي قلناها من شوية، ان انا ما اكترش من اهدافي بحيث ان انا اراعي ان الفترة مش كبيرة قوي. وطبعا يعني مهم جدا بعد ما انت تبدأ تحط الأهداف دي تبدأ تخطط ليها. يعني ايه؟ انا لو حطيت هدف مش مخطط له في اي طريق هيوصلني نفس الهدف، فهكون انا مشتت. فلازم احط خطة واشوف ايه البلان والرود ماب اللي همشي عليها عشان ابدأ احقق الهدف ده، واشوف ازاي ده الهدف اللي انا حطيته ده ازاي هقدر اوصل له بخطوات بسيطة. يعني ايه؟ يعني انا هجيب الهدف بتاعي واقسمه لاهداف صغيره جدا، بحيث ان انا امشي بخطوات طفل، او بمعنى اصح بيبي ستيبس، حاجات لا تذكر، بحيث ان انا ابني بلوكات من الهدف دي، او اجتاز محطات من الهدف دي، وراعي ان في كل محطة من المحطات دي في مكافأة انا عاملها لنفسي، عشان الاهم من تحقيق الهدف هو الاستمرارية على تحقيقه. بمعنى انا دلوقتي مش هحقق الهدف ده، عمري ما هحققه الا لو انا استمريت على السعي واجتهدت عشان اقدر ان انا اوصل للهدف ده. لكن لو واحد مش بيسعى، واحد مش يعني مثلا النهارده انا مخطط ان انا مثلا عايز بعد ما اخلص التلات شهور دول اكون قوي مثلا نفسي في الليسننج في الانجليش. تمام. طب جيت النهارده مثلا قلت انا هسمع 3 ساعات انجليش، كورس الانجليش بتاع الليسننج. اوكي. جيت بكره ما سمعتش، جيت بعده ما سمعتش، قعدت اسبوع ما سمعتش، يبقى انا استفدت ايه؟ ما استفدتش حاجه خالص. يبقى قليل دائم خير من كثير منقطع. يعني ان انا ابدا امشي بخطوات طفل، خطوات حاجات بسيطه جدا كل يوم، احسن من ان انا اقطع فتره كبيره. تمام. حاجة مهمة قوي لازم تراعيها وانت بتحط اهدافك، هي قواعد وضع الهدف. احنا عارفين ان قواعد وضع الهدف بتتجمع في كلمة سمارت، ويمكن ده ليه فيديو لوحده وتقدر ان انت تبحث عن الموضوع ده، وان يمكن اخليك تبحث عنه بحيث ان انا لو قلت لك المعلومة من انك مثلا ممكن تنساها او حاجة زي كده.
فبالتالي بحثك عن المعلومة هيثبتها اكتر. فلازم تراعي خطوات وضع الهدف، بحيث ان انت الهدف بتاعك لو انت مش رابطه بوقت معين ممكن ياخد المساحة، يعني هيتنيه بقى معاك. انت لازم تربطه بوقت معين. نفترض مثلا ان زي ما بنقول دلوقتي وقت الاجازة، وان انا لازم اشوف هل الهدف ده بالفعل اقدر ان انا احققه بالمعطيات بتاعتي بالوضع بتاعي ولا لا. طب تعال بقى للخطوة المهمة قوي. انا انصحك بايه في الفترة دي؟ في الفترة بتاعت الأجازة دي حاول إنك تكتشف وتجرب مجالات مختلفة. 4 كلمات لازم تراعي بالك فيهم أوي: تتعلم، تفشل، تجرب، تحاول. فكرة إن أنت تبدأ تتعلم المجال ده ناس كتير بينصحوك. خلينا نتكلم عن مجال البرمجة اللي بدأ بينتشر بشكل كبير جدا. دلوقتي ناس بتنصحك إن أنت تتعلم برمجة. طب أنت مش عارف هل المجال ده مناسب ليك ولا لأ؟ فعادي جدا هبدأ أدخل المجال، هبدأ أتعلم المجال، هقدر افشل عادي جدا. ما انت اصلا المجال، حتى لو انت هتدخل المجال وانت حابب المجال فانت برضو هتفشل عادي جدا. اي مجال لازم تفشل، لان دي خطوة من خطوات النجاح في المجال. وبالتالي هتتعلم وتفشل وتجرب وتحاول تاني لحد ما تبدأ توصل اللي انت خلاص جربت وحاولت على قد ما قدرت، وبرضو المجال لسه مش جاي معاك. يبقى معنى كده ان المجال ده مش مجالك، طبيعي جدا، لان مش كل المجالات يعني البرمجة مش كل الناس هتبقى مبرمجين، طبيعي جدا. طيب، من الحاجات الضرورية جدا وبكل تأكيد هي الفكرة في الفترة دي لازم تشتغل بقى تطور من نفسك على المهارات اللي هي مهمة في سوق العمل والمهمة بعدين. فأنا بنصحك أكيد وكل الناس هتنصحك بإن أنت تتقن اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية من المهارات المهمة جدا، ولو أنت طبعا اتقنتها ده هيعود عليك بفوائد كتير جدا، يعني مش محتاجه تقول لك الفوائد دي. طب ايه المصادر اللي انا انصحك ان انت تتعلم بيها الانجليش وتقوي من نفسك بالانجليش؟ في قناتين: قناه زي امريكان انجليش وطليق. كل المصادر اللي هذكرها النهارده هي مصادر مجانيه، بحيث ان انت ما يكونش عندك عائق في انك تطور من نفسك بمهاره معينه. فقناه زي امريكان انجليش وقناه طليق من قنوات قويه جدا في عالم في عالم تعليم البرمجه، قصدي تعليم الانجليش مش البرمجه. عن تجربه طبعا العديد من المتابعين للقناتين دول، في المصدرين دول من اقوى مصادر تعلم اللغه الانجليزيه. كمان زي ما قلت ان بالاضافه ان كون المصادر المجانيه دي على اليوتيوب، وكمان ليهم ابلكيشنز فتقدر تنزلهم عادي جدا. فقبل ما اكمل واقول لك على المهاره التانية اللي ممكن تطور من نفسك فيها، لازم تكون عارف انك تسعى انك تدرك ذاتك. بمعنى انا لو ماشي في الدنيا دي ومش عارف ايه نقاط قوتي ونقاط ضعفي، مش هقدر استغل ولا نقاط قوتي ولا هقدر اعالج نقاط ضعفي. بمعنى خلينا اديك مثال. دلوقتي انت معاك عربية، والعربية دي فيها امكانيات ومميزات مش موجودة في اي عربية تانية، وفيها نقاط ضعف مش موجودة في اي عربية تانية، ولكن انا معرفش مميزاتها اصلا. هل العربية دي لو انا ماشي جنب عربية تانية هيبان مميزاتها؟ طبيعي لا، لان انا ما استغلتش مميزاتها. فاذا اللي انا استغل مميزات الشيء ده هيديني قوة وتميز عن اي شيء تاني، وده هيأثر على حياتك بشكل كبير. طب هتقولي هعرف ازاي مميزاتي وعيوبي؟ عن طريق ان انت بتجرب وبتحاول وبتتابع نفسك. لازم يكون في متابعة وسيستم ماشي عليه يتابع كل حاجة انت بتعملها، بحيث انك تقدر تعرف ايه النقطة اللي انت شايف نفسك مميز فيها، وايه العيوب اللي انت شايف نفسك مش قد كده وتبدأ تشتغل عليها. تمام، بس حاول ان انت تكون لطيف مع نفسك. يعني انا ما اجيش مثلا انا عندي كام ميزتين واقول ده انا عندي كذا وكذا 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 كل ده عيوب. لا، خليك كده انسان سوي نفسيا وتبدا تتكلم بمنطقيه شويه، يعني مش انت تبدا تجلد ذات. تمام. حاجه مهمه جدا من المهارات اللي زي ما قلت من شويه ان كل الناس بترشحها، وهي مهاره البرمجه، او ان انت تتعلم برمجه. طب دلوقتي مهارة البرمجة ايه فكرتها عشان نكون فاهمين بس هل مناسبة ليها ولا لا؟ طبعا زي ما قلت لك من شوية انك لازم تتعلم وتفشل وتجرب وتحاول، ما تاخدش مش جاست فولو. يعني انا دلوقتي بعرض لك في ايزي بودكاست ده بعرض لك وجهة نظري الشخصية، ووجهة نظر ممكن بعض من الناس اللي ممكن شفت لهم فيديوهات على الانترنت من الناس المعروفة على في المجال معين، وبالتالي انا بنقل لك او بوصل لك وجهة نظر. انت مش جاست تكون فولو، يعني ما تبقاش فولور بس، لا انت خد اللي انا بقوله ده ابدا ابحث عليه وهتستفيد جدا طبعا. يعني انا من شويه قلت لك ان انت تبحث عن قواعد كتابة الاهداف، ودي مهمة جدا ولازم تبحث عنها، لانك بدونها مش هتقدر تحط هدف كويس. ممكن عشان كده ممكن تكون انت حطيت اصلا اهداف قبل كده وما التزمتش عليها بسبب ان كانت خارجة عن قواعد وضع الاهداف وكده. ف
دي نقطة مهمة جدا. فترة الأجازة دي هي فترة قوية جدا في إنك تبدأ تعمل كده صيانة لنفسك بمعنى أصح. فمهارة البرمجة مثلا، مهارة البرمجة دي هي مهارة قايمة على ان انت بتبدأ تحل مشاكل problem solving skill، وبتبدأ تشتغل على problems معينة باستخدام tools معينة اللي هي لغات البرمجة، تبدأ توظفها في البروبلم دي عشان تقدر تحلها. طب تمام، دي فكرة البرمجة باختصار. طب انت لو عايز تبدأ تتعلم برمجة، في مصادر كتير جدا جدا، فانت لازم تكون محدد اصلا انت عايز تتعلم البرمجة ليه، ايه الهدف، انا داخل مجال ايه والهدف منه ايه. فطبعا مجالات كتير جدا ويمكن ذكرناها في السيشن بتاعه ازاي تتعلم برمجه، واللي هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكربشن. وكمان خلينا نتكلم بقى عن المصادر، يمكن ذكرت بعض المصادر برضو فخلينا نذكرها برضو هنا. عندك قناه زيرو ويب سكول لباشمهندس او خلينا نقول استاذ اسامه الزيرو. كمان عندك قناه كودزيلا، قناه اوكتوكود، قناه بروجرامينج ادفايسز، قناه عبد الرحمن جمال. عندك ريسورسز كتير جدا، طبعا كل الريسورسز دي مش هنساك وهسيبها لك في الديسكربشن لا تقلق. فعندك مصادر كتير جدا وممكن تلاقي مصادر كتير اكتر من اللي انا قلتها. فهو فكره ان في البرمجه بالذات او اي مجال ممكن تلاقي مصادر كتير جدا، فانت لازم تحدد ايه اللي انت الشخص اللي مرتاح له وايه الهدف من تعلم البرمجه، عشان تبدا تاخد ستيبس معينه تجاه تعلم لغه معينه عشان تبدا توظفها في مجال معين. تمام تمام زي الفل. دي كان بالنسبه للبرمجه. وبالنسبه للانجليش، حاجه مهمه جدا 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 ويمكن ممكن انت ما تكونش واخد بالك منها، حاجه اسمها السوفت سكيلز. السوفت سكيلز او مهارات الناعمه او خلينا نقول المهارات الحياتيه بتاعتنا مهمه جدا 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 ابعد ما تتصور. بمعنى السوفت سكيلز دي بيندرج تحتها حاجات كتير جدا زي مهارات التفاوض، مهارات الاقناع، مهارات مثلا القياده، مهارات تنظيم الوقت، والحاجات دي كلها لازم تبدا تشتغل على السوفت سكيلز وتبحث وتدور في الموضوع دوت بشكل كبير جدا. الموضوع ده مفتوح بشكل كبير وما اقدرش اديك مصدر محدد، لا انت ابحث. ممكن تلاقي كورسز عن السوفت سكيلز عادي جدا، ولكن انا بكلمك ابحث ودور عادي. انت ممكن تبحث عن مهاره واحده، يعني تايم مانجمنت ممكن تلاقي كورس، مثلا عايز ليدرشيب ممكن تلاقي كورس، وهكذا. الليدرشيب اللي هي القياده، والتايم مانجمنت اللي هو اداره الوقت. كل الحاجات دي انت ممكن تبحث عنها بشكل فردي بحيث انها تكون لك الباكج بتاع السوفت سكيلز. طبعا من اهم الحاجات اللي في السوفت سكيلز هي البرزنتيشن سكيلز، وازاي انت تقدم برزنتيشن بشكل فعلي كويس، قادر ان انت توصل المعلومه اللي انت عندك او عن طريق كوميونيكيشن سكيلز. كل الحاجات دي بالتحديد الكوميونيكيشن سكيلز والبرزنتيشن سكيلز بتيجي عن طريق تجربه. اول حاجه ان انت تاخد نصايح ومعلومات عن المواضيع بتاعت البرزنتيشن سكيلز والبودي لانجوج والحاجات دي، وتبدا توظفها في انك تجرب بشكل عملي، عشان بكل تاكيد حتى لو انت عندك خبره ومعلومات بشكل كبير في الموضوع ده لازم تجرب بنفسك، عشان التجربه هي اللي بالفعل هتوريك انت بالفعل عندك المقدره ان انت تقدم برزنتيشن ولا لا. فدي نقطة مهمة جدا. فأنا كده اتكلمت عن السوفت سكيلز، اتكلمنا عن البروجرامينج، واتكلمنا عن الانجليش. الثلاث سكيلات دول أو خلينا نقول الثري سكيلز دول هو من السكيلز القوية جدا. تمام، اللي انت لو طورت من نفسك في الفترة دي في الثري سكيلز دي، اللي من وجهة نظري طبعا من السكيلز القوية قوي ومن وجهة نظر العديد من الناس. انت ممكن يكون عندك هدف تاني، عايز تتعلم تسويق، عايز تتعلم اي مجال اخر. ففكرة ان انت تعتمد على ان انت مستني الكورس يجي لحد عندك ده مستحيل. خليك انت تجري وراه، ونتيجة جريانك وراه هو هيعود عليك بالنفع بكل تأكيد. ففترة الأجازة زي ما قلت هي فترة قوية جدا، خليها هي الفترة اللي عبارة عن حنفية صغيرة، حنفية بتنزل مية صغيرة كده، تمام، بتنزل قطرات من المية. خليها كل يوم ما يعديش، ما فيش يوم يعدي إلا ما تكون على الأقل قرأت صفحة من كتاب، يعني على الأقل طورت من نفسك بمقدار بسيط جدا جدا. ليه؟ الاستمرار سعيك هو اهم من الكم اللي انت هتأديه. زي ما ذكرت من شوية ان انت تقعد 10 ساعات في يوم بتطور من نفسك وبعدها اسبوع كامل مش بتعمل اي حاجة تفيدك، فده هيكون شيء مش كويس. وخلي نفسك الفترة دي تعمل تحديات. بمعنى دلوقتي انا بستخدم السوشيال ميديا او بستخدم الموبايل بشكل عام لمدة كبيرة جدا، تمام، نفترض 10 ساعات. طب انا عايز اعمل تحدي لنفسي ان كل يوم هقلل على الاقل نص ساعة. فمثلا النهاردة انا اشتغلت 10 ساعات، بكرة 9 ساعات ونص، 8 ساعات، 7 ساعات ونص، وهكذا. وهبدأ اشتغل على الموضوع ده، اشتغل على موضوع السوشيال ميديا وان انا اقلل استخدامي ليها. ابدا اعرف هي السوشيال ميديا ليه مضره اصلا وايه اضرارها، وافهم اكتر. وانصحك بمشاهده فيلم السوشيال ديلاما اللي هيفهمك بشكل كبير عن موضوع السوشيال ميديا وازاي هي بتقدر
ان هي تخليك تقعد فترة اطول. فخليك فاهم ان الحياة دلوقتي كله بيصارع على انتباهك. الانتباه هي عملة مهمة جدا بالنسبة لشركات كتير جدا، لان من خلالها بيكسبوا فلوس. وبالتالي انت لو بدأت تفهم اصلا ازاي الوسائل دي بتستغلك، فمعرفتك للفكرة ده هيخليك على الاقل قادر ان على الاقل ضميرك يأنبك في ان انت بتستخدم السوشيال ميديا وفاهم الموضوع ماشي ازاي. فدي نقطة مهمة جدا. اتمنى ما اكونش طولت عليك في البودكاست او في الحلقة دي. اتمنى تقولي رأيك في الحلقة، وكمان لو عندك موضوع معين حابب يتكلم عنه فاكتبه لي في التعليقات، وطبعا هنرد على كل التعليقات ان شاء الله. ويعني شكرا جزيلا ليك لو كنت سمعت البودكاست لحد هنا. تقدر طبعا تسمع البودكاست او الحلقة دي على يوتيوب ميوزك، بحيث ان انت لو حابب تحط الهاند فري وتستخدم يوتيوب ميوزك طبعا عادي جدا. واشوفك في سيشن جديدة، حلقة جديدة، والسلام عليكم.